شويه على اسامي بعض الشهيدات والشهداء اللي للسجنات السابقين في عهد بن علي وفي عهد بورقيبه، وتحكي لي شويه على التجاوزات والاعتداءات اللي ممكن تعرضوا. بسم الله الرحمن الرحيم. احتفالا منا بيوم الوفاء واعترافا منا ووفاء منا لشهداء تونس الكل، لكل من سالت دماءه فوق هذه الأرض الطيبة، لكل من سجن حبا في هذه البلاد، نشارك في الاحتفال بيوم الوفاء. اسمي مهرية مسعودي، سجينة رأي، سجنت لمدة 4 سنوات من أجل الانتماء لجمعية غير مرخص فيها وعقد اجتماعات في الوقت اللي كانت الحمد لله على الحرية. تو الناس تجتمع وتعبر على رأيها بما شاءت وكيف ما شاءت، وهذايا ما جاش من فراغ، جاء بنضالات نساء ورجال دفعوا من أعمارهم سنوات وراء القضبان. الحمد لله على نعمة الحرية اللي نعيشوا فيها. تحكي لنا السير قبل الحدوثات شو اللي أشكال التعنيف وأشكال التعذيب. الميزة نتاع عهد بن علي إنه ما ميزش ما بين المرأة والراجل، ولو إنه كان هو يتبجح دائما بأنه هو حقق مكاسب للمرأة لم يأتي بها زعيم من أوله قبله ولا آخره. في الوقت هذاك كانت النساء تونس تشارك الرجال في نفس أشكال التنكيل، نفس أشكال التعذيب. كانت المرأة التونسية كيف كانت تعلق روتي، كانت تصلب، كانت تعرض، كان يتحرش بها جنسيا. كانت تنتزع من بين أحضان عائلتها في الساعتين نتاع الليل وفي 3 نتاع الصباح في العصر، وما من وجيب. سنوات ظلمة عشناها، مش ما عاشوش الإسلاميين فقط، بدت محنة التوانسة من 56 مع اليوسفيين، واستمرت مع اليساريين، وتواصلت مع الإسلاميين. إن شاء الله هذا حد الباس، وإن شاء الله نكونوا ودعنا فترة ظلمة من تاريخ تونس. والحمد لله نرجع نقول يا توانسة حريتكم شدوا فيها بيديكم وسنيكم. الحرية قبل الخبز، الحرية قبل الخبز فعلا. كي نقولوا الحرية قبل الخبز، أنا وقت ما كانت منزوعة مني حريتي ما كنتش نجم نبيع حتى طرف حمص في صفاقس، خلطت علي العون وانا نبيع في طرف حمص، طرف الحمص. من الناس الكل ومن هالصابة الكل جاني انا وفرت سطل الحمص، خاطرش ما كناش نعيشوا حرية. الحمد لله على الحرية. انا لحد الان بطالة، لحد الان بلاش كارني نتاع دواء، لحد الان بلاش دار، اما الحمد لله على الحرية. الحمد لله الحمد لله. انا بلاش صغار، اما ولاد تونس الكل ولادي، فهمتني؟ وانا نظلت من اجل ولاد وطني يعيشوا لاباس. دعوتي للناس الكل، للتوانسه الكل من بنزرت البنقردان، حسوا بينا، نحن خيالكم في الوطن فعلا. يقولوا اللي نحن ما خدينا حتى شيء، نحن حاجتنا برد الاعتبار. اول مرسوم بعد الثوره هو مرسوم العفو التشريعي العام. وعلاش الناس وافقت عليه وعلاش هو كان اول مطلب؟ خاطرش كان مطلب شعبي ما يضمش فئه دون فئه، كان مطلب يلم تحت سقفه الناس الكل وتنادي به الناس